أعطني قلم. عندك قلم؟ عندك قلم؟ وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سيدي راعي الحفل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أيها السيدات والسادة، يسرني ويشرفني أن أكون في هذا المؤتمر، واسمحوا لي أن أنأى بعيدا عن الدبلوماسية، فأنا لست دبلوماسيا، أنا رجل أمن. سأتحدث عن مهددات الأمن الداخلية والخارجية. قد يكون كلامي محرجا لمن هم في الداخل ولمن هم في الخارج، ولكن نحن لم نأتي إلى مثل هذا المؤتمر إلا لنقول ما نستشعر به كرجال أمن. في عجالة لن أطيل عليكم، سأحاول أن أستعرض 38 سبب أو مهدد للأمن في الخليج، منها ما سمو الأمير تركي تطرق له، ومنها لم يتطرق إليه أحد. فلنبدأ الآن بالمهدد رقم 1. السياسة الأمريكية في اعتقادي في المنطقة مهدد الأمر رقم 1. قد يكون هذا يعني غير مناسب لأصدقائنا الأمريكان، ولكن علمتنا التجارب أن الأمريكان ليس لهم صديق، بل ينفضون أيديهم بسرعة من أصدقائهم. ولهذا فالسياسة الأمريكية في المنطقة العربية سياسة تشكل تهديد، لأن لها مآرب قلب الأنظمة. زمان كانوا يتحدثون عن فرض الديمقراطية، فحينما فشلوا في العراق أن يفرضوها وفي أفغانستان بدأوا بشيء آخر، بتصدير الثورة. انتهجوا النهج والفكر، فكر الخميني، وأخذوا نفس الفكرة وبدأوا يصدرون الثورة تصدير. وهذا ليس كلامي أنا، هذا كلام يعني الكتاب الأمريكان أنفسهم والمفكرين الأمريكان أنفسهم، ويقولون بأننا نصدر الثورة في الوطن العربي. إذا كانت هذه النوايا تصدير الثورة لديهم، فهم يتفقون تماما في الذهنية التي كان يفكر فيها الخميني آنذاك، والإتيان بأنظمة جديدة تتماشى والعقيدة الأمريكية في تداول السلطة. طيب، شفنا في تونس صدرت إلى مصر، ثم ليبيا واليمن، والآن في سوريا، ومن سيكون القادم؟ هذا واقع الحال. تعالوا الآن نستعرض السياسة الأمريكية في المنطقة. إيران، محاولات إيران، فشلت إيران في الإطاحة بصدام. حققت أمريكا هذا الحلم لإيران. فشلت إيران بأن يكون لها وجود فعال في العراق. حققت أمريكا وجود فعال لإيران داخل العراق. وفشلت إيران في تصدير الثورة، ونجحت أمريكا في تصدير الثورة في المنطقة. فكأن أمريكا أتت بكل الأحلام اللي يتمناها إيران. تخيلوا. طيب، السياسة الأمريكية سياسة تحقيق مصالح وليست تحقيق أو نيل حقوق.
هم يتحدثون أننا نريد أن تنال الشعوب حقوقها. لا 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 يا إخوان، إذا كان الحال كذلك فهناك شعب عربي فلسطيني حقوقه منتهكة أكثر من أي شعب آخر. فلماذا لا تتحرك أمريكا وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في قيام دولة؟ رفضت أمريكا علانية أن يكون للشعب الفلسطيني دولة. فحينما تتحدث أمريكا عن أنها مطامعها وغاياتها خيرة هي للشعوب، لا تكون صادقة مع الأسف الشديد. البرنامج النووي الإيراني هم يقولون هذا مهدد ثاني حقيقة لأمن الخليج. هم يقولون أن البرنامج النووي هذا سلمي. أنا ما أصدق، قد أكون مخطئ. لو اعتبرنا وكانت عندنا نوايا حسنة، إيران برنامجها قد يتعرض أيضا إلى أن يحدث فيه خلل. يعني هم مبحثا عن الروس في التقنيات وفي الإمكانيات العلمية، حدث عندهم تسرب هائل وكبير. طائراتهم بحصل لهم قطع غيار ايش تخرب عليهم وتطيح في مدنهم. فكيف إذا أقاموا مثل هذه المنشآت الضخمة؟ نعم يهددوننا حتى وإن كان برنامجهم سلمي، لأن نتكلم عن التهديد لنا كخليجيين وكمنطقة. نشوف بوشهر هذا قريب منا جدا. ثم أطماع إيران في الخليج، مهدد آخر أيضا، مستمرة أطماعهم ما لم تنتهي أبدا. نشوف الدرة مثلا، هذا البير وين عنهم؟ بعيد جدا، ولكنهم يصرون على أنهم إذا لم يشاركوا فيه سوف يعني يتصرفون بتصرف فردي في حفر الآبار هذه وأخذ ما فيها من حقول نفطية. رابعا التغريد خارج السرب. في المنظومة الخليجية نحن يعني لسنا على موقف واحد مع إيران، من إيران وحتى من إسرائيل هم متخذين موقف واحد. في من يماسحهم ويلامسهم ويعني ويتعامل معاهم ايش بأريحية وأخوة كدولة، وفي عندنا دول أخرى تقف على ايش على أقصى يعني المعارضة أن يكون لها اتصال مع إسرائيل. فإذا علتنا في دول مجلس خليجنا، علتنا في سياساتنا غير ايش الموحدة، في انفراد آخرين ب يعني وتغريدهم خارج السرب. هذا من الداخل. يا جماعة خير نكون صادقين. لماذا نتكلم كلام دبلوماسي ونريد ايش ما نقول أن كل الأسباب التي تهدد الخليج من الخارج؟ لا، من الداخل هناك من يهدد الخليج، هم أولئك الذين يقرضون خارج السرب. لا تقولوا لي من، كلكم تعرفونهم. تبعية العراق لإيران مهدد خامس لنا كدول خليجية. يمكن يطلع لي السفير هنا العراقي يقول احنا لا تقول هالكلام. أنا أقول إذا تبعتم وصارت عندكم تبعية وتبدو الظواهر لنا والشواهد أن هناك تبعية لإيران، حتى الآن